النهاردة معاكم من مطبخ مارجو أكلة كلنا بنعشقها وبنموت فيها، صغيرين وكبار، وبالأخص في مواسم معينة كده من السنة زي شم النسيم، زي أول رمضان. معاكم من مطبخ مارجو فسيخ بكل تكاته وحركاته. هقولك ازاي تشتري الفسيخ حلو من عند بتاع السمك عشان يطلع طعمه يجنن زي الزبدة كده. ازاي تشتريه وازاي تعمليه هقولهولك بكل تكاته وحركاته، بس بعد الانترو. انزل يا ابني بالانترو. ودلوقتي بوري او سمك طبار يكون حلو كده وطازه. من ساعة ما روحت اشتريته من عند الراجل اشتريت الواحدة لا تقل عن نص كيلو عشان لما يتعمل فسيخ يبقى حلو. طبعا جبت 3 فسيخات، الواحدة في حدود نص كيلو. معايا نص كوباية شطة، نص كوباية كركم، كوباية ملح، ونص كوباية زيت. طبعا زي ما انتوا شايفين معايا كمان 3 ليمونات، ومعايا 6-7 اكياس عشان اللف، وبكرة سكوتش. بمسك السمكة بعد ما بجيبها تحت المية الجارية وادخل صبعي جوه الخيشوم بتاعها واطلع اي تراب موجود فيها او اي رملة، واطلع اي حاجات سودة. احفر بايديا كده جوه الخيشوم بتاعها، بس احاول ما اجرحهاش، واغسلها من بره حلو جدا واصفيها من المية. طبعا سمكة ورا سمكة لحد ما اخلص عدد السمك اللي انا جايباه على عدد افراد اسرتي. زي ما قلتلك رحلة عمل الفسيخ بتبدأ من أول ما بتروحي عند السماك تشتريه. بتشتريه عينه حية بتلمع، القشر اللي عليه بيلمع ومش واقع، وبتبتدي تجيبيه وبتبتدي معاه تعملي زي ما انا قلت كده، تغسليه غسلة حلوة تحت المية الجارية، وبعد كده بفوطة نظيفة من فوط المطبخ بتاعتك تنشفيه او بورق كلينكس، وبتجيبي شفشق زي ما انا جايبة كده على حسب عدد السمك بتاعك، وتوقفيه براسه لمدة 2-3 على الاقل. طبعا بتسيبيه في مكان جيد التهوية. بصوا من ازاي بعد 2-3 ابتديت اطلع الفسيخ بتاعي وانضف الشفشق اللي انا كنت موقفاه فيه، وبعدين هبتدي امسك الكلينكس واروح مقطعاه وحاطه جوه الخيشوم بتاع السمكه دفسه كلينكس جامد علشان يشرب اي سوائل موجوده جوه السمكه. طبعا زي ما انتوا شايفيني عمالة اعافر مع السمكة، مرة شمال ومرة يمين، خيشوم شمال وخيشوم يمين، عشان الفسيخ بتاعي يطلع حلو، يطلع ريحته تحفة ويطلع مزبت كده وجميل. هتفس في كل خيشوم سمكة كمية من الكلينكس، وارجع تاني اوقفه بنفس الطريقة على حسب عدد السمك اللي عندك. زي ما انتوا شايفيني خلصت ال3 سمكات بتوعي، ودفست الكلينكس في الخيشوم بتاعهم، وحاسبهم برضو في حدود 2-3 تاني في مكان جيد التهوية. استنوني ما تروحوش بعيد، هكمل معاكم ازاي تعملي احلى فسيخ لاحلى اسرة. معايا كوباية الملح هحطها في طبق، وهبتدي اضيف عليها نص كوباية الكركم، وبعد كده هضيف عليها نص كوباية الشطة. سمكة زي ما انتوا هتشوفوا. وطبعا هقطع الليمون سلايس علشان ابتدي اوزعه مع السمك وهو بيتحشي. الله عليك يا بت يا مارجو، جايبه كل حاجه طازه، عاشت ايديكي. اساس ان الفسيخ يطلع حلو انك تنقي حاجه طازه وصبحه وتكوني عارفه السماك. زي ما انتوا شايفيني بعد 2-3 ابتديت اطلع الكلينكس اللي انا حطيته في الخيشوم بتاع السمكه، وهبتدي اعمل للسمكه شويه مساج. هدلعها شويه، همسكها من ظهرها وابتدي بايديا اعمل لها شويه مساج او تدليك علشان افصل اللحم عن سلسله الظهر، وبكده بكون اضمن ان السمكه بتاعتي هتطلع طريه وجميله. بعد ما تتشرب الملح بتاعي وتبتدي تترى معايا، بصوا صوابعي بتدلك ظهر السمكه بحيث ان انا افصل سلسله الظهر عن اللحم بتاعها. خلصت ال3 سمكات تدليك وطلعت منهم، شايفين منظر الكلينكس طالع من دم وميه ازاي؟ طبعا الحاجات دي لو فضلت في السمكه بتطلعها مش نظيفه، بتطلع التخليل مش حلو. خلصت ال3 سمكات وهبتدي انشفها تاني من اي ميه فيها،
وهبتدي امسك الخلطة اللي انا عملتها اللي عبارة عن الملح والكركم شطة الحامية، وهبتدي امسك الخيشوم بصوابعي ادخل جوه الخيشوم لحد جوه خالص الملح والفلفل والكركم، الملح والشطة والكركم. هتفس السمكة حلو جدا 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 لحد ما تقول جاي. ده اساس ان الفسيخ بتاعك يطلع كويس، انك تتفسي الخيشوم كويس جدا جدا. وبعد كده همسك الكيس اللي انا هحط فيه، هبتدي احط طبقة في قعر الكيس وافرد عليها كام سلايس من الليمون اللي انا قطعته، وابتدي احط على ظهر السمكة وعلى جسمها الخليط اللي انا عملته، الملح والشطة والكركم. بعد ما خلصت دفس الخياشيم هحط في خيشوم كل سمكة شمال ويمين سلايس من الليمون. ده طبعا بيخلي السمكة يقطع فيها الملح وتطلع طرية اكتر. هبتدي احط سمكة سمكة في الكيس بتاعي علشان يمتزجوا حلو جدا. وبعد كده همسك سمكة سمكة، راس شمال وراس يمين، واحدة عكس التانية، وبين كل طبقة وطبقة هرش كمية من الكركم والشطة والملح. اوعي تروحي بعيد، خليكي معايا، تابعي الفيديو معايا علشان خاطر الفسيخ الايام دي غالي جدا جدا جدا. لما بتعمليه في البيت بتضمني سلامة افراد اسرتك، علشان خاطر اللي بيعملوه في الشارع بيبقى مش نضيف وبيسترخصوا في شراء البوري الحلو. طبعا سمكة البوري عندنا كل ما كانت كبيرة كل ما تطلع لي فسيخة مزبدة اكتر. بس الرك على حاجة واحدة، انك تشتريه طازة، وتاني حاجة انك تعرفي ازاي تعمليه سواء في فصل الصيف او في فصل الشتاء. في فصل الصيف بياخد حوالي 15 يوم او 20 يوم، في فصل الشتاء بياخد وقت اطول على حسب حجم السمكة. زي ما انتوا شايفيني خلصت حط الفلفل مع الكركم مع الملح على السمك، ودفست الخياشيم وحطيت الحبة اللي فاضلين على الوش، وابتديت ارش شرايح الليمون على الوش، ومعايا نص كوباية الزيت هروح نطراها على السمك في الكيس، وابتدي امسك الكيس بتاعي اطلع منه كل كمية الهواء. اساسي برضو عشان الفسيخ بتاعي يطلع حلو وممتاز ومزبد ان احبس عنه الهواء، ما احطش ولا نقطة هواء في الكيس. ازاي؟ هقول لكم دلوقتي. اول حاجة كمية الزيت اللي حطيتها دي بتمنع وصول الهواء للفسيخ. تاني حاجة بايديا ابتدي اطلع الهواء حلو جدا، وابتدي احكم الكيس الاولاني بالاخص. طبعا زي ما انتوا شايفين في ايدين معايا بتساعدني، انا ما بشتغلش لوحدي، انا ورايا رجالة معايا في مطبخ مارجو. امال ايه؟ دلوقتي الايدين بتساعدني وبتبتدي تخرج لي الهواء عشان انا اقفل الكيس حلو. وطبعا بعد ما قفلت الكيس حلو انا مش هستكفى بكيس ولا 2 ولا 3، لازم يبقوا 6 7 اكياس. بس بعد تاني كيس هبتدي امسك السكوتش الشفاف وابتدي الف على الفسيخ بتاعي لحد ما اخليه كده قطعة واحدة وكل الهواء طلع منه. طبعا بعد ما خلصت السكوتش ولفيت على الفسيخ كله على الكيس من بره، حطيته في 3 كيس ورابع كيس وخامس كيس وسادس كيس. حطي ما تستخسريش، ده اللي هيبعد عن الفسيخ بتاعك الهواء وهيطلع معاكي زي الزبدة. زي ما انتوا شايفين حطيته في اخر كيس وحطيت تحته طبق عشان لو في سوائل ولا حاجة نزلت منه ما يعصليش الدنيا. بعد كده هحط الفسيخ في مكان ضلمة وهبتدي يوم بعد التاني اقلبه شمال يمين على وشه على ظهره الفسيخ بتاعي. واستنيت عليه شهر عشان كنا في الشتاء، واستنى عليه حوالي 15 يوم لو في الصيف. ابتديت افتح عليه معاكم. طبعا ريحته انا عايزاكم تيجي تشموا الريحة معايا، حاجة ما حصلتش، تحفة تحفة تحفة. اول ما بمسك الفسيخة بالمقص بفتح بطنها وبشيل الراس بتاعتها وببتدي انضفها. في ناس بتغسل الفسيخ بمية وفي ناس ما بتغسلوش. طبعا انا مش حاطة الفسيخ مش حاطة له كمية كبيرة من الملح، علشان كده مش هغسله بمية. لكن لو ناس لقت ملحه شديد ممكن تغسله بالمية. وابتديت احط لكل واحد الفسيخة بتاعته في الطبق بعد ما شلت سلسلة الظهر والراس. وطبعا زي ما انتوا شايفين شكل الفسيخ تحفة، حاجة تفتح النفس. عاشت ايديك يا بنت يا مارجو، احلى فسيخ ده ولا ايه؟ جنب حبة بصل اخضر وشوية ليمون وكليلك بقى قد 10-15 رغيف. الله، شايفين جمال اللون؟ ولا احلى فسخان يعمله. دلوقتي انا وريتكم طريقة عمل الفسيخ بكل تكاته وحركاته،
وازاي تصبري عليه فترة طويلة في الشتاء عشان الجو بارد وفترة قصيرة في الصيف عشان الجو سخن. اللي جربت الفسيخ وشافت قد ايه ريحته جميلة وطعمه حلو تكتب لي في الكومنتات، وتكتب لي كومنت حلو زيها وتقول لي هي بتتابعني منين، هل طريقتي عجبتها ولا لا، طلع زي الزبد معاها زي ما انا عملته ولا لا. استنوني في الطبخة الجاية من مطبخ مارجو، سواء حلو او حادق او مربى، وتابعوني واكتبوا لي احلى كومنتات. بحبكم كلكم يا احلى فانزات. باي باي.